أصحابنا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامجنا تفانين. في حلقتنا بيكون معانا أعمال فنية كتير هتخليك تفكر إزاي وتستفيد من كل حاجة حواليك. يلا تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل إيه النهاردة. وانتوا كمان يا أصحابي ابدأوا وفكروا وتابعوا معانا حلقتنا. يلا بينا. صباح الخير. احنا النهارده هنعمل فن جديد وسهل جدا وينفع لكل الاعمار وينفع لكل الخامات، اسمه فن الطباعه. هنعمل النهارده طباعه على القماش، بس كمان عايزه اقول لكم ان احنا ممكن نعمل طباعه على المخدات او طباعه على المفارش او طباعه حتى على الحيط لو احنا عندنا اوضتنا وعايزين نزينها. في البدايه اول خطوه فيهم ان احنا هنختار الاشكال اللي تناسبنا. الاشكال دي كل واحد فينا بذوقه، ممكن نختار ورده وممكن نختار حد من شخصيات الكرتون، اي شكل يناسبنا. احنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنجيب صورته وبنرسمه. اول حاجه في فن الطباعه اول خطوه هنعملها ان احنا بنختار رسمه ونرسمها. زي ما احنا شايفين صحابنا كل واحد فيهم اختار الرسمه اللي هو يحس ان هي قريبه منه، بيكون بتعبر عنه. نور مثلا اختارت الثلاث وردات دول ورسمتهم. بعد كده الخطوة التانية ان احنا بنجيب مادة، الخامة دي اسمها ستنسل، ده ورق مصنوع من البلاستيك. ليه من البلاستيك؟ علشان لما نيجي نفرغه ونطبع بيه ممكن يطبع كذا نسخة، هيبقى البلاستيك موجود زي ما هو، يدوبك هنحطه على الحاجة ونشتغل نسخة كمان، نعمل أعداد لا نهائية منه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بعد كده علشان ننقل الرسمة دي على الستنسل بنحط حاجة اسمها كربون. كل واحد دلوقتي من صحابنا هيمسك الرسمة بتاعته، نطلع الورقة وبعدين هنحط الكربون تحتها وبعدين هنحط الستنسل عليه. هنبدأ نطبع الرسمة على الستنسل بطريقة ان احنا بنحط الكربون وبندوس على الرسمة كلها كأننا بندوس عليها او بنرسمها من اول وجديد. يلا يا سلمى، يلا ادهم. احنا اهم حاجة واحنا بنطبع ان تكون ايدينا ثابتة، عشان الرسمة لو اتحركت هتطبع مرتين. خلينا ايدينا ثابتة. احلى حاجة في الطباعة ان احنا مش لازم نكون بنجيب رسومات بنرسمها بايدينا، لكن ممكن كمان لو عجبنا حاجة في مجلة ممكن نطبعها ونصورها ونعمل برضو الاوتلاين بتاعها، الخط الخارجي، ويبقى احنا كده معانا شكل جاهز للطباعة. طبعا احنا بعد كده كل واحد فينا بيفكر في الالوان اللي بيحطها مناسبة للرسمة بتاعته، واحنا بنطبع بالوان اسمها الوان القماش، بتثبت على القماش وما بتطلعش من الغسيل او من المكوى، بمجرد ما بتنشف بتفضل ثابته. وكمان لازم نخلي بالنا كويس قوي واحنا بنشتغل بالالوان دي انها ما تجيش على هدومنا، لانها لو جت هتبقى تعتبر طباعه. وممكن نستغل ده كمان ان احنا لو عندنا هدوم من هدومنا باظت او جه عليها حاجه او فيها نقط او اي حاجه، لو الهدوم دي قطن يبقى ممكن تطبع عليها، ممكن نجيب الرسمة ونطبع عليها احنا. دلوقتي بقى زي ما صحابنا كلهم طبعوا على الستنسل هنشوف طبعوا ازاي. دي الورقة اهي، دي الرسمة وده ظهرها، بس هنوري لاصحابنا ازاي نطبع. دي الرسمة اهي بقت معانا كده على الستنسل، ممكن نوري لاصحابنا. وكده معانا الرسمة. المرحلة اللي جاية اسمها مرحلة التفريغ. هنبدأ دلوقتي نفرغ الرسمة دي بالقطر، بس طبعا مش هنمسك القطر، هنخلي حد من الكبار يساعدنا بس في انه يقطعها. احنا هنبدأ دلوقتي القطع، هنقطع على الخطوط اللي احنا عملناها.
دي اول ورقه في الورده احنا قطعناها بحيث ان احنا نبقى خارمينها، فالقماش لما يتحط تحتها واللون من فوق نعرف نلونه كويس. دلوقتي زي ما احنا ما شفنا المرحله اللي خلصت ان احنا قطعنا الستنسل وبقى الشكل عندنا متفرغ. ممكن نوري لصحابنا ارفعوا الورق، كل واحد رسمته بقت متقطعه. دلوقتي بقى احنا هنحط القماش، كل واحد فينا هياخد القماش بتاعه. طبعا الابيض لون حلو بيبان عليه كل الالوان، ولازم نخلي بالنا انه الالوان الفاتحه لما تتحط على قماش غامق ما بتطلعش فاتحه زي ما هي، فعشان كده احنا بنحب الابيض او الاصفر الفاتح او اي لون يكون فاتح. وكمان هو بيبقى مريح للعين لو احنا هنحطه هنعمله كيس مخده، او هنحطه على السرير، او هنحطه في الاوضه واحنا بنذاكر، او هنعمله لوحه. دلوقتي احنا هنطبع بطريقه اسمها الدق. يعني ايه دق؟ دي سفنجه بنسميها مدق. احنا بناخد اي لون من الالوان دي وبنحطه على الرسمه، بس اهم حاجه يكون الرسمه مظبوطه. ممكن نستخدم سولوتيب علشان نثبت الرسمه. طبعا الوان الطباعه بتبقى كذا نوع، ده منها النوع ده اول الالوان اللي ظهرت، وده لون عادي جدا. ده نوع بيدي لمعه خفيفه جدا اسمها الوان ميتاليك. وكمان عندنا الوان في الاخر خالص بنستخدمها لان احنا نعمل اضافات بسيطه قوي بالفرشه، دي بتثبت بالفرشه. هنحاول نبدا مع نور. احنا دلوقتي بندق كويس على الالوان. اهم حاجه في الطباعه ان المسام بتاعه القماش تسحب الالوان لغايه الاخر، مش بكتر الالوان. يعني احنا مش هنحط الوان كتير، بس هنحط الوان بنسب معقوله بس ندقها جامد جدا. نجاح الطباعه بالنوع ده بيعتمد اولا واخيرا على الدق. طبعا احنا عندنا طباعه باشكال تانية، منها الطباعه السخنه، بس دي لازم تبقى مكنه وبناخد الشكل ونطبعه سخن فبتسيح على القماش. بس لان احنا ما عندناش وسيله غير ان احنا بندق وبنعمل في مناك عادي، مناك البيت العادي جدا، لازم نكون بندق كويس قوي علشان اللون يسحب يكون القماش يسحبه للاخر. وطبعا ده البلاستيك بتاعنا، وزي ما قلنا في الاول ان احنا ممكن نعمله بكذا مره وبكذا شكل. طالما بلاستيك مش هيتاثر باي حاجه. يمكن لو كان ورق كان ساح او الالوان بلته، لكن لان هو بلاستيك ولين كمان مش هيتكسر، وممكن نعمله في حاجه تانية بعد كده. احنا دلوقتي طبعنا وشلنا الورق وطلعت الرسومات اهي. بس احنا كمان بنقول لاصحابنا اللي في البيت ان هم يخلوا بالهم وهم بيطبعوا ان الالوان ما تروحش لاي حته تانية في القماش. واحنا بنشتغل على قماش الاول قبل ما بنفصله او اي حاجه، عشان خاطر لو عندنا دفوهات ومش عايزينها بنروح قاصين الزيادات اللي فيها الوان من هنا كده وناخد الرسمه بشكلها الكويس. بعد كده هنعمل اخر حاجه معانا، دي الوان اسمها الوان قماش زي الالوان دي، بس دي ممكن نعملها بالفرشه مش بالدق. ودي مش بنستخدمها في الطباعه، لكن بنستخدمها في تزيين الشكل بتاعنا زي ما بنكون بنرسم بالظبط. هنحدد الرسمة، مثلا هناخد بالفرشة هنا ونعمل العين بتاعت بلوتو، وهنعمل كمان مناخيره.
انا ادهم وانا عملت الشغل ده واستمتعت بيه قوي، ونفسي كلكم تجربوه، وانا متاكد ان انتوا هتستمتعوا برضو. استخدمنا القماش واستخدمنا الوان كتيره عشان نعمل الرسمه الجميله دي. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط. اعمل ايه وياك يا حماد اللي عملته ده اسوأ عاد. انا ملك وعملت شخصيه بلوتو على القماش وطبعته ولونته واستمتعت بالشغل ده، ويا رب يكون عجبتكم الصورة، وانا هحتفظ بالصورة دي وابروزها واعلقها في اوضتي. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط. انا سلمى وعملت نخلة في الصحراء واستخدمت قماش والوان كتيرة، وممكن لو انتوا عرفتوا تعملوها تحاولوا تعملوها وتعلقوها في اوضتكم. ارسم شجرة ونلوب حور، لكن ارسم عالسبورة بكرة تكون فنان مشهور، عايزين ناخد جنبك صورة. انا نور وعملت الوردة ال3 وردات دول وهم في الجنينة، والشغل اللي احنا عملناه ده النهارده عجبنا، واتمنى ان هو عجبكم، واحب اقول لكم ان انتم ممكن على فكرة نجرب. لكن ولا شخبط على الحيط. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط. ودلوقتي ده اخر الشغل بتاعنا. الاشكال والرسومات بتاعتنا بقت على قماش، ممكن نستخدم القماش ده في مخدات او في تيشيرتات او في هدوم لعرايسنا، او ممكن ما نستخدموش على القماش، لكن ممكن نستخدم نفس الالوان بنفس الادوات على الحيطان على اوضتنا، ممكن نزين اوضتنا ونعمل عليها رسومات كويسه. اهم حاجه ان احنا نخلي بالنا وما نشتغلش بالات حاده، نخلي حد يساعدنا، وكمان لازم نخلي بالنا واحنا بنحط الالوان ان احنا بندق كويس جدا وبندق في مكان الرسمه عشان ما يطلعش براها الوان. ويا رب تكونوا اتبسطتوا معانا. يا خسارة حلقتنا خلصت، بس لسه في افكار تانية كتير. اوعوا تنسوا ميعادنا في الحلقة الجاية. في نفس الميعاد من برنامجكم تفانين. باي.